الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الأمين والرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج السابقون الأولون. وضيفنا في هذه الحلقة هو صحابي من السابقين الأولين للإسلام ومن شباب الصحابة، وهذا الصحابي هو أصغر شهيد في غزوة بدر الكبرى، وهو من الذين أسلموا على يد الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن هنا تعلم مكانة هذا الصحابي الجليل أبو بكر، فقد أسلم على يده عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الصحابي هو من الذين أسلموا على يد أبي بكر، وهو عمير ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. عمير هو شقيق سعد، أخوه الصغير، أصغر واحد في أخوانه. وعمير ابن أبي وقاص ابن وهيب أيضا له علاقة بمن؟ له علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام. أبو وقاص هو أخو هالة بنت وهيب، وهيب هذا هو أخو وهب، وهيب أخو وهب. عشان كده دائما ما تسمع كثير من الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيها سعد بأنه خاله، ويقول هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله أو خاله. فسعد هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمير أيضا خال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه من بني زهرة الذين هم أهل آمنة بنت وهب والدة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمير أسلم مبكرا في مكة، هو وأخوه أسلموا في يوم واحد، وهاجر إلى المدينة، وآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن الجميع. خرج عمير هذا إلى غزوة بدر الكبرى. ويا جماعة، مع أنه يعني الصحابي ده ما عنده يعني أحداث كثيرة، لكن أنا ذكرته بالذات واخترته بالذات لأنه من الشباب. وقصته بالذات في غزوة بدر كانت قصة معبرة ومؤثرة، لأنه كان يسعى ليفدي الإسلام بروحه ويدافع عن الإسلام بروحه. وده بيكون فيه محفز لنا نحن كشباب وكل الشباب المسلمين، حتى يتفانوا في الدفاع عن الشريعة الإسلامية وعن الإسلام وعن خدمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنة على وجه الخصوص. عمير عندما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى والناس اتجهزت، سعد قال: رأيت أخي عميرا يتوارى، يتدسى. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي ماشي وبيتدسى، فقلت له: ما بالك يا أخي، ما لك بتتدسى؟ خايف؟ هل تظن أنه خايف من القتال؟ تقاله خايف يقتلوه، خايف يموت؟ لا، عمره كان 16 سنة. قال سعد: ولم يكن على وجهه شعرة ألمسها، ما عنده في وشه يعني شافع، صغير في السن لكن في الهمة كبير. وكده كانوا الصحابة، كثير من الصحابة. لذلك تجد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أسامة عمره 17 سنة على اختلاف الروايات، بعضهم قال 16، بعضهم قال 15، بعضهم قال 18، في النهاية صغير. وبعض العلماء قال عندما خرج أسامة ليس في وجهه شعرة، لكن كانت عندهم همة يا جماعة، وده المفقود. لما توجد الهمة كما قال الشاعر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. عمير ده كان بيتدسى. سعد قال له: بتتدسى مالك؟ سعد بن أبي وقاص أخوه قال: إني أخشى أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني، خايف يشوفني ويقول لي صغير، وإني أريد أن أخرج للقتال فلعلي أنال الشهادة. ما قال لعلي أنال الغنيمة، لعلي أنال كذا السمعة، لعلي أنال الشجاعة، فلعلي أنال الشهادة. ده هدفه، أنه دار يموت، وما طلقة تقتلك وانتهى الموضوع، ولا غنبلة تفرتكك وانتهى الموضوع. ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح معها عذاب وتعب لما تطلع الروح. لكن زي ما قلت لك، الناس هم عندهم الهمة أنه الروح تروح في فداء الدين، ما مشكلة. فقام عمير بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أخوه لما قال له كده خلاه، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: قم يا عمير، قم على حيلك، ارجع أنت صغير. فبكى، بقى يبكي ما الليلة يعني. شوف الكلام ده، قاعد يبكي عشان رجعه،
ما قاعد يبكي عشان شاله، فجعل يبكي حتى أشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فأخذه، قال لي يلا معانا. فقال سعد فربطت له سلاحه سيفه، يعني سيفه ذاته ما بخش فيه واسع بقع، قال جريته كده ربطت له في جسمه، قويت السيف تمام حتى بعد ذاك السيف ثبت. فدخل هذا الصحابي الجليل عمير ابن أبي وقاص في المعركة فضارب بسيفه الثقيل، ضارب إلى أن قتله عمرو بن ود المشرك الذي قتله علي بن أبي طالب في غزوة الخندق. ده زول قوي، شوف عمرو بن ود ده زول كان يضرب به المثل في القوة، حتى أنه عندما جاء إلى غزوة الخندق وطلب المبارزة وقف أمام الناس قال من يبارز؟ تخيل المشهد ده، فلم يخرج له أحد من الصحابة. عشان كده أنت الآن تعرف شجاعة عمير ده أنه واجه الزول ده. ده وقف في الخندق قال من يبارز؟ فلم يخرج أحد، فقال أليس فيكم رجل؟ ده عمرو بن ود قال للصحابة ما فيكم راجل؟ تخيل الموقف ده. فقام علي بن أبي طالب أراد أن يخرج فأمسك به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا علي إنه عمرو بن ود، ده عمرو بن ود، ده ما هو زول، ده عمرو بن ود. فقال يا رسول الله وإن كان عمرو بن ود، يعني شنو عمرو بن ود؟ اللي يبقى عمرو بن ود ذاته. فخرج علي بن أبي طالب له فتضاربا، قعدوا يتضاربوا إلى أن تماسكا، نطوا في بعض في الجمل. علي بن طالب نط في الجمل بتاعه فسقطا، وقعوا وهم بيتدردقوا كده ماشيين على الخندق، واقعين ماشيين على الخندق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل إلى الأرض أولا، البقع في الواطة أول، فهو القاتل، جايين من فوق. فجعل الصحابة يدعون أن يقع علي أولا. المهم الشاهد أنه عمرو بن ود مع قوته واجهوا هذا الصحابي الشاب عمير بن أبي وقاص فقتله عمرو بن ود، فسقط شهيدا مجندلا رافعا راية الإسلام مدافعا عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ارتقت روحه إلى الله جل وعلا وسجل اسمه في سطور العظماء مع أنه صغير في السن 16 عاما. رضي الله عن الصحابي الجليل عمير ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أخو سعد ابن أبي وقاص. وسؤالنا في هذه الحلقة سعد ابن أبي وقاص وعمير ابن أبي وقاص لهم أخ آخر، نرجو من الإخوة المشاهدين أن يتحفونا باسم هذا الأخ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.